السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى تحية لجماهير الكرة المصرية من الشارع المصري. عملنا تقرير عن توقعات الجماهير الأهلاوية لمباراة الهلال والأهلي اللي جاية. زي ما احنا ما شفنا كده الناس متفائلة خير إن شاء الله، وبيأكدوا على إن اللعيبة تبقى رجالة في الملعب وإن احنا نأدي أداء كويس، وإن شاء الله ناخد الماتش ونجيب ال3 بونت ونصعد مع الصن داونز. برضه سألنا الجماهير عن موضوع ان هي في خوف من ان احنا نقابل صن داونز تاني ولا لا. اكدوا على ان احنا ما فيش خوف خالص، ده هي كبوه وحصلت، وان شاء الله باذن الله تبقى مباراه سحريه ونرجع نعوض المباراه اللي حصلت ديت تاني. قابلت برضه بعض الجماهير الزملكاويه، في منهم اللي اتكلم على مستوى اللاعبين وعلى ادائهم وكده. في ناس اكدت على ان شيكابالا بيدعي ان هو تعبان او عيان علشان يهرب من المسؤوليه في الفتره اللي فاتت ديت. احنا مش عارفين الحقيقه فين وعايزين حد يطلع يوضح لنا الموضوع دوت. في ناس قالت ان هو هرب علشان المستوى المتردي، وفي ناس تانية قالت علشان في مشاكل بينه وبين اسامه نبيه والاداره الفنيه للفريق. حد يطلع لنا ان شاء الله باذن الله ياكد لنا على الموضوع دوت، وان شاء الله بالتوفيق في اللي جاي، ومع التقرير هنعرضه على حضراتكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. حضرتك اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي طبعا. اهلاوي الحمد لله. طيب رايك ايه في مباراه الهلال والاهلي اللي جايه، وتقول ايه اللي لعيبه الاهلي فيه؟ هو ان شاء الله هي مباراه صعبه باذن الله، بس مباراه في المتناول شفناها في القاهره هنا، وان شاء الله اللعيبه بس تركز ويكون في اداء قوي ورجوله، لان خلاص ما عادش فيه بقى مباراه متبقيه، فان شاء الله الفوز للنادي الاهلي 2-0 ان شاء الله باذن الله. طيب عايز تقول حاجه للاداره الفنيه للفريق، كولر مستر كولر، او الاداره بتاعت النادي الاهلي نفسه؟ لا والله انا عايز بس ان النتائج بتاعت المباراه اللي فاتت الاهلي ينساها خالص ويركز في المباراه ديت، مباراه مصيريه ومهمه، وان شاء الله باذن الله يعدوا المجموعه، وان شاء الله يخشوا دور الثمانيه وياخدوا البطوله باذن الله. طيب تتمنى يقابلوا صن داونز تاني في البطوله؟ وارد ان احنا نوصل وهم يوصلوا ونتقابل مع بعض تاني، ايه المشكله يعني؟ توقعاتك ايه لو حصل المقابله تاني؟ لا بس دي طبعا ما اقدرش اقولها غير لما نعدي الاول الماتش ده ان شاء الله باذن الله. باذن الله بالتوفيق. شكرا يا كابتن. ودلوقتي معانا الصحفي الكبير كابتن محمد درديري، صحفي القسم الرياضي بوكاله الباشا الاوسط. قابلناه بالصدفه والله. عايزين نساله بس عن توقعاته مباراه الاهلي والهلال اللي جايه ان شاء الله، وتمنياته ايه؟ والله ماتش اكيد مش سهل، بس اتوقع النادي الاهلي هيعمل نتيجه كويسه، خاصه ان مباراه الذهاب هناك الاحداث اللي حصلت واللي صاحبتها قبل الماتش وبعد الماتش، اعتقد هيبقى في رد النادي الاهلي هنا يعمل مباراه كويسه ونتيجه كبيره ان شاء الله. طيب رسالتك ايه للمسؤولين عن الفريق كمدير فني او اداره النادي الاهلي نفسه؟ واقع إدارة النادي الأهلي طبعا في الفترة الحالية بتدعم الفريق وواقفة جنبه، خاصة الفترة إن الأمل رجع تاني للفريق إنه يوصل للدور اللي جاي. أعتقد الإدارة رسالتنا ليها إن هي تقف جنب اللعيبة، وهو ده اللي حاصل بالفعل يعني. طيب تتمنى ان فريق صن داونز هو صعد خلاص، تتمنى انت تصعد وتقابله تاني في نفس البطوله تاني؟ اكيد هيبقى، لو حصل هيبقى مباراه سعريه للنادي الاهلي، واعتقد ان لو الاهلي كمل في البطوله من الفرقتين المرشحين للنهائي هو الاهلي وصن داونز. ان شاء الله باذن الله بالتوفيق. شكرا حبيبي يا كابتن. وادي احد الجماهير ان شاء الله داخلين عليه. السلام عليكم. السلام الله وبركاته. زملكاوي ولا اهلاوي؟ لا زملكاوي. زملكاوي جميل. ايه رايك في فريق الزمالك ورسالتك ايه للعيبه وللاداره اداره نادي الزمالك؟ لا طبعا والله هو الفريق نادي الزمالك اليومين دول يعني الفتره الاخيره هو فيه يعني تردي في الاوضاع بتاعته مش عاجبنا، خصوصا شيكابالا الفتره الاخيره دي من شهر 2 وهو بنسمع عنه ان هو تعبان، بس ما فيش اي تويته لاي لعيب زميل ليه طلع وقال ان هو ايه الف سلامه عليه ولا يعني وساه فتره المرض. اتمنى له الشفاء او نتمنى نتمنى له الشفاء عشان حتى ايه يطمنونا عليه. ما فيش، احنا بنحس من الاعلام على الحل اللعيبه، بنحس من الاعلام. ما سمعنا من فرد واحد، سمعنا من جهه واحده ان هو ايه تعبان. بس يعني زمايلك انت بتشك ان هو كده مثلا ان هو ممكن يكون متمرد على المدرب، يدعي المرض يعني او يعني ربنا يشفيه اذا كان مريض، يعني ربنا يشفيه. هو كمان لاعب كبير ومحترم وبنحبه كلنا، بس احنا عاوزين نعرف الحقيقه، احنا عاوزين طيب فين شيكابالا؟ هل بالفعل تعبان ولا شيكابالا
بيدعي المرض ولا بيهرب من المسؤوليه في الفتره الاخيره دي الفترة الأخيرة بسبب الأوضاع بتاعت الزمالك. تمام. يعني احنا نتمنى بس تبان الحقيقة بس. رسالتك ايه طيب للمستشار مرتضى منصور او للاداره اللي ماسكه؟ منصور سيادة المستشار راجل محترم، ونتمنى ليه ان شاء الله بعد ما يطلع بالسلامة كده يظبط الفريق. احنا عاوزين لعيبة، عاوزين نروح الزمالك ترجع تاني. بدأ الموسم بنشاط، وبعد كده الوضع هدي خالص وبدأنا يفترض اوضاعنا. انا دايما زيك كده بقول احنا برضو المفترض نادي الزمالك نادي كبير، نادي بطولات، أيوة. نادي بيمثل مصر دايما هو النادي الاهلي، فلازم اللعيبه اللي بتلعب في نادي الزمالك او اللي يجلبها نادي الزمالك او النادي الاهلي لا تكون لعيبه منتخبات لعيبه واقفه على رجليها. لان هو المنتخب بتاعنا هو الزمالك والاهلي. اللعيبه هم الزمالك والاهلي هو المنتخب، ولعيب كمان يعرف يلعب في المساحات الضيقه في الضغوط تحت الجمهور. فاحنا ناقصنا بس شويه لعيبه، وربنا ان شاء الله باذن الله يوفق الزمالك، ونتمنى له التوفيق ونرجع زي ما كنا زمان ان شاء الله. البطولات احنا زعلانين على البطوله اللي احنا خرجنا منها، بطوله افريقيا والله. ان شاء الله باذن الله باذن الله اللي جاي احسن باذن الله. ماشي، شكرا. ومعنا واحد تاني من جمهور النادي الاهلي، رايك ايه في مباراه الاهلي والهلال؟ ان شاء الله المباراه ان شاء الله تكون سهله على اللعيبه والجهاز الفني، وان شاء الله الاهلي قادر انه يكسب هنا بفرق سكور كمان. فرقه الهلال فرقه يعني مش اللي هي تخوف برضه، بس برضه لازم نحترمها، والامن برضه مناشده الامن ان هو يفتح للجماهير بحيث انه يبقى ده وسيله ضغط على لعيبه الهلال، لان هم مش متعودين يلعبوا تحت الضغط الجماهيري الكبير. ان شاء الله اللي يبقى موجود يوم الماتش، وان شاء الله الاهلي يكسب يعني. رسالتك ايه طيب للاداره الفنيه للفريق والاداره الفنيه للنادي نفسه؟ ان شاء الله بندعم كولر وواثقين فيه طبعا، ما نقدرش نتكلم في اي فنيات بعد كولر مدرب كبير، بس الاداره تقف جنبه وتوفر له اللعيبه اللي هو عايزها، لانه كذا مره طلع في المؤتمرات الصحفيه قال انا عايز مهاجم، وده ما توفرش في كذا فتره انتقال، ما توفرش المهاجم. ونشد الكابتن محمود الخطيب انه يبطل يعني شويه بخل كده شويه ويصرف على الفريق يعني. طيب تتمنى ان انت تقابل صن داونز تاني في طبعا اتمنى نقابل صن داونز، بس طبعا كولر المفروض يكون اتعلم من اخطاء الماتش الاولاني، لانه كان فاتح الملعب بطريقه غريبه جدا. فرقه صن داونز لعيبه كوره، وما ينفعش ان انت تفتح قدامهم كده ضيق المساحات والعب على الهجمه المرتده، وخط دفاعهم تعبان جدا. توفيق يا كابتن شرف. حبيبي يا كابتن، توفيق يا كابتن. بما انكم بتلعبوا طاوله يبقى انتوا رياضيين؟ لا مش قوي. اهلاوي ولا زملكاوي؟ زملكاوي جدا. زملكاوي جدا. رسالتك ايه لجماهير نادي الزمالك ولاعيبه نادي الزمالك الفتره اللي فاتت؟ لا والله زعلان منهم صراحه. طيب نقول لهم زعلان منهم جدا، نقول لهم يشدوا حيلهم شويه، بس الاداره هي اللي تستقر بس الاول، بعد كده نشوف الموضوع ده. طيب رسالتك ايه لاداره نادي الزمالك؟ لا ماليش رساله. مالكش رساله خالص. طب ايه رايك في اداء المستشار مرتضى منصور؟ ربنا يكرمه ان شاء الله، ربنا يوفق الزمالك. حبيبي زملكاوي ولا اهلاوي؟ الزمالك اهلاوي. رسالتك ايه للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي في الفتره اللي جايه؟ الاهلي يشد حيلهم شويه ويجيبوا لعيبه. لا ان شاء الله نكسب ان شاء الله. ان شاء الله. طب رسالتك ايه لكولر المدير الفني للنادي الاهلي؟ يلعب ويدي فرصه للناس اللي ما بتلعبش، واحد زي لا سابيو لا خلاص بقى. كريستو يدي فرصه لكريستو، يدي فرصه بس المباراه اللي جايه المفروض انها مش مباراه تجربه بقى، المفروض يلعب بالناس اللي هي يلعب تكسب، لان انت المفترض ربنا كرمنا بالفرصه. عندنا مشكله في الهجوم اصلا، هو بس كهربا دايما بيهدف، وبيرسي تاو ابتدى يشتغل هو كويس. تمام. هو اللي حط نفسه في المشكله. رسالتك ايه للخطيب؟ خطيب في الصيف الجاي يعمل صفقات كويسه ويجيب مهاجم قوي شويه، زي ما معظم الجماهير بتقول. مهاجم لازم خالص، ولازم باك شمال طبعا مكان معلول تعب يعني، معلول جاب جاز من الاخر يعني. تمام. بس حبيبي عايز تقول اي حاجه ثانيه؟ لا شكرا، ميرسي، شرفت بيك طبعا. حبيبي شرف ليا. شكرا، ميرسي. تقول ايه الجماهير لعيبه نادي الاهلي في مباراه الهلال؟ لا يبقوا رجاله طبعا ويشدوا حيلهم، بقول لك يبقوا رجاله ويشدوا حيلهم، لو بقوا رجاله هيكسبوا. تقول ايه طيب للمدير الفني كولر؟ يركز اكتر في افريقيا، والاداره اكتر ان هي يعني ما لازم تتعدل شويه يعني، مهتمه بالنادي. الاداره ايه محمود الخطيب يعني؟ من ناحيه ايه؟ يعني اهتم بالصفقات، في سيستم في النادي. الكلام اللي داير على الكلام الاداري يعني عايز مهاجم وهو ايوه لا في كلام كتير الاداره محتاجه تتظبط بصراحه. طب تحب تقول ايه تاني لجماهير نادي الزمالك ولاعيبه نادي الزمالك واداره نادي الزمالك؟ والله هو مشكله الزمالك محتاج يعني تكاتف ايد واحده يعني، لان برضه الصراعات الداخليه بتحصل يعني، بتعمل مشاكل كتير وبتاثر على الفرقه. يعني مثلا دلوقتي كان في مشكله شيكابالا، حصل مشكله مع اسامه نبيه بسبب ان هو اسامه نبيه راح قال لفييرا ان هو بيتمرد ومش عايز يلعب والكلام ده.
فالكلام ده وصل لشيكابالا، فراح حصل عمل مشكله جامده مع موسيماني. يعني انت بتقول ان اصلا على فكره نفس الراي برضه قاله لي حد قبل كده، ان شيكابالا مش عيان ولا حاجه. ايوه لا، في مشكلة هو ما بينه وبين بيتمرد، الإدارة هو الفنية. بيتمرد مش عايز يلعب. وطبعا دوت بيأثر طب ده على علشان سوء النتائج ولا علشان هو بينه وبين الاداره الفنيه مشكله؟ الاثنين سوء النتائج، وهو يعني مش عايز يبقى في الوش، ومع في مشاكل كمان مع المدير الفني. بس ده رايك، انا ماليش دعوه. ده على مسؤوليتي. على مسؤوليتي حبيبي. حبيبي ماشي. طيب بالتوفيق ان شاء الله باذن حبيبي، الله في تسلم. اللي جاي، والتوفيق للكره المصريه والنادي ربنا الأهلي يوفقك حبيبي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي طبعا. طيب تقول ايه الجماهير النادي الاهلي الاول وبعد كده لعيبه النادي الاهلي والفريق الفني المدير الفني للنادي الاهلي في مباراه الهلال اللي جايه؟ اقول لهم الفرصة جات لكم على طبق من ذهب، ولازم تاخدوا حقكم جامد من الفرقة دي وتكسبوها على الاقل 3-4، والا من البطولة بالنسبة لنا ما تزعلناش، قد ما ان احنا نادي الهلال ده لازم يعرف قد ايه النادي الاهلي كبير، بس خاصه بعد الاحداث اللي حصلت هناك ايوه طبعا لازم يبقى الرد في الملعب، ولاعيبتنا معروفين ان هم رجاله واكيد ان شاء الله هيبقى الفوز كبير باذن الله. طب تقول ايه كولر؟ اقول لكولر ركز وادرس الفرقه كويس، لان عايزين اداء ونتيجه بس. كابتن محمود الخطيب؟ كابتن محمود الخطيب، النادي الاهلي محتاج تظبيط كتير جدا جدا جدا، ولازم يبقى فيه قاعده ناشئين قويه، لازم النادي الاهلي يبقى عنده قاعده بتطلع كل سنه، كل 2 نشوف لاعبين 3-4 في الملعب، نشتري 3-4 اجانب لكن ما تبقاش الفرقه كلها من بره. عايزين نشوف ابناء النادي الاهلي علشان يبقى فيه روح الفانيلا الحمراء زي زمان يعني. طب تقول له ايه على مطالبات المدير الفني ان هو عايز لعيب فرود للفرقه؟ ما هم موليكا ده بقى لنا 3-4 سنين بنسمع عليه وما بيجيش. تشوف حد غير موليكا دوت راس حربة قوي افريقي يعمل معاك الشغل اللي جاي، لان احنا عندنا ارتباطات كبيره، وعندك كاس العالم للانديه في 25، فلازم تبقى الفرقه قويه، ولازم الديفنس يبقى كويس، لازم يبقى في بديل لعلي معلول، لازم يبقى في بديل للسوليه لانه كبر. الوينجين عندنا الى حد ما كويسين، لكن برضه لازم يدعموا وربنا يكرم يعني ان شاء الله. تقول ايه طيب لجماهير نادي الزمالك وفرقه نادي الزمالك؟ اقول لهم هارد لك، وفرقه نادي الزمالك فرقه كويسه جدا والله، بس يعني الدنيا عندهم مش متظبطه اداريا، وربنا يكرمهم في اللي جاي يعني ان شاء الله. ان شاء الله. زي ما شفنا كده تقريرنا دوت في النهايه بنتمنى ان شاء الله للنادي الاهلي الفوز والصعود للمباريات القادمه، وان شاء الله حتى لو قابل صن داونز يقابله ويعمل معاه نتيجه كويسه ويعمل معاه مباراه كويسه ويتفوق عليه. في نهايه كلامي بنتمنى خير للكره المصريه ان شاء الله، وبقول لكل الشعب المصري وكل الامه الاسلاميه كل عام وانتم بخير بحلول شهر رمضان الكريم، واللي جاي ان شاء الله احسن، واحلى تحيه لجمهور الكره المصريه.